السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل جلاش بالكنافة. جلاش بالكنافة. هنا عندي صينية فاضية اهي، سخنتها عشان كنت شطفاها يعني. هحط فيها معلقة سمنة كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. هنجيب ايه؟ دي سمنة كريستال. حط معلقة سمنة ايه في الصينية كده. طبعا الصينية سخنة فساحت يعني. معايا هنا ايه؟ ربع كيلو كنافة اهو، كان في التلاجة، كان في الفريزر ناشف اهو. هحمره في السمنة دي. بصوا كده، علشان الكنافة كانت في التلاجة اتكسرت بكل سهولة ازاي. حطيت طبعا السمنة وهحمر الكنافة ديت ايه لغاية ما تحمر كده. حمرها بقى وارجع لكم تاني. خلاص حمرت الكنافة اهي. ما تحمرهاش قوي ايه عشان ما تتحرقش منك، يعني ايه مش تحمريها قوي. عندي بقى ايه هنا شربات من الفايض يعني مني، هحط بس ايه ربع كوبايه كده عليه، يعني ايه مش كتير يعني. خلاص كده هركنها بقى على جنب. عندي هنا بقى لفه الجلاش وصينيه مدهونه زبده، ومعايا كوبايه سمنه. هاخد بقى ايه وادهن. هاخد ورقتين ورقتين، هدهن اول ورقه كده. واخد ايه بقى الكنافه اهي معايا كنافه. ونسويها بقى كويس كده. هسيب الورقه دي ودي اهو، الاتنين دول كده، واروح لف اهو. لفيه بقى ايه كويس، يعني ايه تلف كويس. يعني متخليش ايه فيه هوا خالص، ميبقاش فيه ايه هوا. تيجي الصينيه كده. نعمل اتنين تاني، واحده تاني كده. ايه ورقتين عشان يبقوا جامدين، عشان ايه يستحمل اللفه يعني. تلفيه جامد عشان ما يفكش منه. 20 معلقه يا محمد، عيب كده. ما تحطوش على الحرف، حطيه كده في الوسط يعني مش يعني قبل الحرف بشويه عشان ما ايه. وتسويه كده، وتسيبي اول ورقه كده وتاخدي تاني ورقه. ورقتين اهو. يعني عشان الجلاش دي كانت في الفريزر وكده. المهم ما تخليش ايه، خلوه سايب يعني ايه، لفيه كويس، اهم حاجه اللفه اهو. ثانيه كده هكملهم بقى وارجع لكم. خلاص كده خلصتهم.
وفضل طبعا ايه ورقتين 4 ورقات عملتهم برضه. هدهنهم بقى سمنه، ادهن كده سمنه. وهجيب السكينه وهقطع بقى على حسب بقى ما انت عايزه ايه، طويل كبير صغير زي ما انت عايزه. بس هقطعهم بقى كلهم وادخلهم الفرن. كده خلاص قطعته. طبعا سبت فراغات من الجنب عشان كله يحمر يعني. ندخله جوه الفرن. دلوقتي بقى هنعمل الشربات. كوبايتين سكر على كوبايه ونص ميه، وهنسيبهم يغلوا. بعد ما يستووا يعني بعد ما يتقل شويه كده هعصر عليه ليمونه، نص ليمونه واطفي عليه. دلوقتي خلاص الجلاش استوى اهو. ودولت كانوا في الصاج طبعا، طلعتهم اهو. وهنا الشربات طبعا ايه تقيل يعني، مش زي البسبوسه خفيف، لا تقيل كده ما شاء الله. جميل والله جميل. تعالوا يا جماعه اتفضلوا معانا بقى. جلاش بالكنافه كده انا شربته. طبعا عامله سمبوكسات، في ممكن سمبوكسه او ممكن ايه تعمليه صوابع عادي. مستوي من فوق وتحت اهو، عشان انا كنت مولعه له الشوايه والفرن صراحه يعني، مش هنكدب يعني، مبحبش الكذب يا ولاد، بحب الكذب. لسه سخن طبعا، هسيبه يبرد بقى احطه في طبق. طبعا ما كنتش عارفه امسكه واوريهولكم. بصوا بقى الجلاش عامل ازاي، جميل والله جميل كده وماسك نفسه. وبعدين في السريع كده يعني، ما خدش وقت بصراحه. طبعا انا رصيته في الصينيه دي اهوت، وده كان شكله بقى ايه النهائي. وسريع سريع، اسرع حاجه في الجلاش يعني سريع بصراحه، طريقته جميله وسريعه بصراحه، طعمه جميل. انا طبعا حطيت واحده فانيليا في السيرم، وخليته طبعا تقيل لان مش زي بتاع البسبوسه خفيف. وده كان شكل الجلاش النهائي. وعايزه اقول لكم ايه، تعالوا اتفضلوا واشوفوا وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي، الف سلامه.